السلام عليكم. وصفة الدجاج معمر على الطريقة المغربية التقليدية من أكثر الفيديوهات اللي حققت أكبر عدد ديال التفاعلات ديالكم على جميع منصات التواصل الاجتماعي. هذا علاش كنعاود لكم الوصفة ديالو، وهذه المرة بتفاصيل أوضح وأدق. على بركة الله نبداو بالمكونات. عندي هنا فوارغ الدجاج اللي هي القميصات والكبيدات، وهنا عندي جدر بيضات القزبر ومعدنوس مقطعين وراس د الثوم محكوكه، قياس نص كاس د الزيتون ونص ليمه مقطعه رقيقه، كاس د الروز بسمتي مسلوق نص سلقه بالماء مليحه. عندي هنا التوابل ديالنا المغربيه المليحه واليبزار وسكينجبير والخرقوم. وعندي هنا المكون السحري اللي كنقول لكم عليه اللي هو مرق الدجاج اللي سبق لي حضرته معكم منزليا. كنضيف العناصر ديالي كلها في وسط واحد الاناء. وهنا جدير بالذكر انه ديك الفوارغ ديال الدجاج عندي هنا لو كوك فيرميي، يعني واخا البيبه في الحجم صغير في السن، بالتالي انا ما طيبتهم حتى حاجه. اذا كان جداد ديالكم عادي ضروري انكم تسلقوا واحد نص سلقه في الماء مليحه وتفير الثوم. كنستمر في وضع ديك المكونات ديالنا في اناء، وكنضيف لها ديك مرق الدجاج ديالنا، وكنضيف لها حوالي 5 المعالق كبارين ديال زيت المائده، وكنخلط الكل. وهاد التعميره ديالي واجده. كننتقل مباشره للمرحله الثانيه، وهنا كنجبر واحد الاناء وكنوضع فيه نفس التوابل اللي عملناها في التعميره، ولكن هاد المره كنضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الخل. كنحركها جيدا حتى كندمج لي مزيان مع بعضها، وديك الساعه كنشبر ديك الفروج ديالنا او جوج او الكميه اللي عندنا، وكندهنها بهاد التتبيله ديالنا جيدا جيدا حتى ما بين اللحم وما بين الجلد. صافي، وكنشبر ديك التعميره ديالي وكنعاود نعمرها في وسط ديك الفرارجات، وما كنعمرش بزاف باش ما كيطرطقوليش، لان مازال حين كندخلوهم للفران كيتنفخوا. من بعد ما كنعمروا ديك الفريرجات ديالنا كنشبروا واحد الخيط خاص بالمطبخ وكنجمعوا لهم الرجيلات. صافي، كنشبروا ديك الفريرج ديالنا وكنجمعوه مزيان في البابي كويسون او سولفيريزي، وكنعاودوا له في البابي الومنيوم وكنضوبلوه. وصافي كنسخنوا الفران ديالنا مزيان وندخلوا الفريرجات ديالنا. الساعه الاولى كننزلوهم على الصدر والنار من تحت وكنقلبوا من بعد مده ساعه، ومن بعد ساعه كنخرجوهم. كنقوموا بهذه العمليه اولا اللي كتشوفوا، يعني كنفتحوا عين من تحت حتى كنزولوا ديك المريقه، وديك المريقه لذيذه مازال غنقليوها نستعملوها من بعد عاد باش كننزلوا ديك الفرارجات ديالنا. كندهنوهم بالزبيده وشويه السمن ونعاودوا نردوهم باش يتحمروا في الفران. وهنا ديك البقايا ديال التعميره اللي بقات لنا حتى هي عملتها في ورق الفرن وعملتها في الومنيوم كطيب مع الفرارجات ديالنا. هنا الفرارجات من بعد ما خرجناهم من الفران، من بعد ما تحمروا لنا ورجع اللون موحد، وهذه ديك المريقه قليناها وتشوفوا ما شاء الله راه كيجي طايب زبده، والتعميره واحد الطعم ساحر ضروري تجربوه.